السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. احنا إن شاء الله يا جماعة بنعمل صينية دي الذرة. حطيت بالكوباية دي يا جماعة. كل الشغل ده اشتغلته بكوباية واحدة، هي مش حفلة مواعين يا جماعة. ماشي تمام. هنا اهو الخليط بتاعه كله اهو. هنا حطيت كوباية وربع سكر، ربع كوباية زبدة، كوباية الا ربع زيت، باكو بيكنج باودر، 4 بيضات، 4 بيضات، 4 بواكي فانيليا، معلقة خل، ولا اسهل من كده كوباية حليب. في اسهل من كده يا جماعة. وقلب قلب قلب. مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وكوبايه واحده اللي استعملتها، مش حفله مواعين. احنا بقى نقعد بقى لا دي كوبايه كوبايه وربع للسكر، كوبايه للزيت والزبده، كوبايه للدقيق، كوبايه 3 كوبايات للدقيق. لا لا كركبه لا. دخلت كوبايه دقيق اللي هو الابيض العادي متعدد الاستخدامات، عليهم كوبايتين دقيق ذره. ولا اسهل من كده يا جماعه. لا كوبايتين ذره. كوبايتين ذره دقيق ذره مع كوبايه دقيق ابيض. احنا مجموع الدقيق بتاعنا كام؟ 3 كوبايات بس فقط لا غير. 4 بيضات. عايزه تحطي 3 بيضات كبار مش هيقولوا لا، بس انا البيض مش كبير قوي، رحت حاطه 4 اهو. بنقلب اهو. مفيش كلاكيع اهي معانا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وادي الخليط بتاعنا زي الفل. نقول المقادير من تاني. 3 كوبايات دقيق، 2 دقيق ذره، كوبايه دقيق ابيض بيتنخل كويس مرتين، باكو بيكنج باودر، 4 بواكي فانيليا. احنا بقى كده بنتكلم على المواد الجافه حطيناها مع بعض، الدقيق مع ذره الملح مع باكو البيكنج باودر. نقول بقى المواد السائله. كوبايه الا ربع زيت، ربع زبده، ما فيش زبده المتاح عندك، سمنه ما بتقولش لا برضو يا جماعه. بس انا عندي زبده حطيت ربع كوبايه مذابه. وتحطي الزبده الاول او السمنه الاول عشان تتحكمي في الزيت. وبنكمل الكوبايه زيت. وكله يا جماعه بكوبايه واحده. الاول بدات بالمواد الجافه اللي هي ما تعكش الكوبايه حاجه يعني. عايرة السكر كوبايه وربع حطيتهم في الخلاط، حطيت عليهم كوبايه الا ربع زيت على ربع كوبايه الزبده. كده المواد بتاعتنا السايله مع كوبايه حليب. خدنا حاجه؟ والله ما خدنا حاجه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. قضينا الخليط بتاعنا. ولا احلى من كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل. نقول مقاديرنا من تاني. 3 كوبايات دقيق، 2 ذرة، 1 ابيض، باكو بيكنج باودر، 4 بواكي فانيليا، 4 بيضات، معلقة خل، كوباية حليب بس تكون دافية لأن الحليب كان عندي من امبارح في التلاجة. فعشان كده رحت مدفياها عشان ما تبقى ساقعة. تمام. ودي الصينية بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. هندخلها الفرن مع الكوباية الا ربع زيت مع الربع كوباية سمنة. هدخلها بقى الفرن واوريها لكم ان شاء الله بعد ما تستوي باذنك يا رب.